عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة هتخلصك من تشققات القدم تماما، وهتبقى رجليكي مش محتاجة انك تروحي الكوافير تعملي باديكير فيها، ولا تحطي بقى. ممكن نستخدم كريمات بعد الوصفة دي، ولكن الوصفة دي لو فيها اي اسمرار، لو القدم فيها اي اسمرار، فيها اي تشققات، الوصفة دي حقيقي من اول استخدام هتلاقي التشققات راحت تماما. مطولش عليكم عشان ابدأ الفيديو معاكم. هنبدأ مع بعض. اول حاجة، اول مكون معانا هنحتاج 3 معالق من الصابون المبشور. انا استخدمت صابونة دوف، خلاص انا بشرت منها حوالي 3 معالق. وهضيف على الصابونة كولا او بيبسي اللي هو المتوافر عندك. الكولا او البيبسي من الحاجات اللي بتكون فعالة جدا مع الصابون في التفتيح وكمان في ازالة التشققات. انا هحط اضافة لغاية ما احس ان الصابون داب تماما. ما تستغربوش ان الكولا موجودة في الوصفة دي، بس حقيقي هي فعالة جدا وهتلاقي نتيجة فيها زي ما قلتلك من اول استخدام. انا هحاول ان انا ادوب الصابون كله في الكولا، يديكي رغوة بسيطة كده بس. هتأكد تماما ان هو داب. اضيف تاني عشان انا حاسة ان لسه في تكتلات من الصابون. الاضافة اللي بعد كده، وده مسؤول تماما على التفتيح، عشان لو القدم فيها اي اسمرار او اي مناطق سمراء، هنضيف معلقة من النشا، معلقة كبيرة. النشا طبعا مسؤول عن التفتيح، هايل جدا جدا في الموضوع ده، وبيدي ترطيب وطراوة كمان للمكان حلو جدا، سواء بقى استخدمناه في وصفات البشرة او وصفات للقدم. برضو هدوب النشا في البيبسي او الكولا، ايا كان اللي انت استخدمتيه مع الصابون. المرحلة بقى اللي بعد كده، انا هرفع الكلام ده كله على نار هادية لغاية ما اوصل لقوام كريمي. انا هرفعه على النار وهرجع لكم تاني. اهو انا كده رفعته على النار. شايفين القوام ده اهو بقى عامل زي الكريم كده بالظبط. الوصفة دي هايلة جدا، هتجلي الجلد تماما يعني. اهو شايفين قوامه كريمي ازاي، قوامه جميل جدا وريحتها حلوة قوي كمان. طيب هنضيف بعد كده، طبعا احنا دوبنا وده ساعد ان انا رفعته على النار، ساعد ان كل الصابون داب تماما، مفيش اي تكتلات خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. اخر حاجة عندنا بقى هنضيف على المكونات دي معلقة من البن، معلقة من القهوة. طبعا القهوة من الحاجات اللي بتفتح جامد جدا اهو كده. وهنقلب برضو المكونات مع بعض كويس قوي لغاية ما القهوة تدوب مع الصابون والنشا والبيبسي او الكولا. هيشيل كل الجلد الميت، هيفتح اي مناطق سمراء في القدم. وهعرفكم دلوقتي ازاي هتقدروا تستخدموا الوصفة الجميلة جدا دي. الوصفة دي جديدة جدا يا بنات، وصدقوني هتعجبكم ونتيجتها هتبان من اول استخدام. اهو كده احنا دوبنا القهوة تماما في الخليط. هنبدأ بقى ان احنا نوزع الوصفة دي على كل القدم من فوق لتحت، ومناطق الكعب، مناطق التشققات، مناطق الغمقان. وهتقفلوا على القدم بالاسترتش ده اللي احنا كلنا عارفينه. وبعدين هتلبسي شراب لمدة 2 ساعة. بعد مرور 2 ساعة من الوصفة، يعني انا هحاول برضو كده نشوف مع بعض. دي كده النتيجة، يعني يمكن كمان الفيديو مش مبين قوي، بس حقيقي النتيجة جميلة جدا، نعومة جامدة جدا، وفي نفس الوقت مفيش تشققات خالص. بحط كده فازلين مع دم غزال
بجد برضو النتيجة بتدي كعب وردي وحلو قوي زي ما انتوا شايفين، مفيش اي تشققات خالص خالص. جربوا الوصفة يا بنات، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. جربوها وكرروها مرتين في الاسبوع، حقيقي النتيجة هايلة زي ما انتوا شايفين كده بعد ساعتين من الوصفة. وقولوا لي النتائج واللي انتوا وصلتوا لها ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستناكم في فيديو جديد ان شاء الله وحلقة جديدة، وباي باي.